يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى واغلى متابعين. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلى على الحبيب قلبك يطيب. نهاركم سعيد ان شاء الله. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. ما تنسوش تدعوا لابويا والامي موتانا اجمعين يا رب العالمين. وحشتوني 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 وكمان مرة وحشتوني. ربنا ما يحرمني منكم ولا تتحرموا مني أبدا أبدا أبدا. قولوا إن شاء الله. ما بتأخرش عليكم غير للشديد القوي، يعني لما يكون عندي الظروف يعني جامدة حيشانة عنكم. أول حاجة بس الأول قبل ما أقول لكم أنا اتأخرت عليكم ليه، أحب أبارك لمتابعة عندي اسمها أم وليد لابنها وليد فرحه كان يوم الخميس اللي فات. حابة أقول لك يا أم وليد ألف 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 مليون مبروك يا حبيبتي. ربنا يتمم عليه بخير يا رب، وعقبال الحبايب وحبايب الحبايب، عقبال حبايبكم وعقبال عندكم، وربنا يفرح الجميع. ام وليد متابعة جميلة عندي على القناة بقالها سنين، وانا بعزها جدا بصراحة، وبعز كل المتابعين الحلوين اللي بيتابعوني. وهي بصراحة لازم تشوف الفيديو من اوله لاخره وبتعلق لي عليه، حتى لو ما علقتش في يومها بتتفرج عليه تاني يوم وتعلق لي برضه عليه. عشان كده يعني انا بحبها جدا وبحب كل المتابعين اللي عندي. ربنا يبارك فيكم يا رب. اول الفيديو زي ما انتم شايفين المواعين ماليه الحوض، طبعا صينيه الكفته اللي انا كنت عاملاها الفيديو اللي فات زي ما هي، وكل حاجه زي ما هي. لان الفيديو اللي فات بعد ما خلصت بقى ايه غدا واتغدينا والحمد لله. ابني الصغير تعب مني جدا 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 وساخن، ولا عارف ياكل ولا عارف حتى يشرب شويه الميه، وكمان اديته دواء السخونيه مفيش فايده، السخونيه مش عايزه تنزل ابدا. طبعا سبت كل حاجة، أخدت ابني وعلى الدكتورة على طول اللي أنا متابعة معاها. طبعا كشفت عليه أعفاكم الله، طلع عنده هربس لو انتوا تسمعوا عنه. ده فيروس يا جماعة في الجو، يعني بيخلي البق كله قرح ودمامل لحد الزور من جوه. يعني يا حبيبي بقه كان مشوي أكن مكبوب فيه مية نار. يعني بصراحة كان بقه يشيب، وكمان كان عنده التهاب في الحلق وصديد على اللوز. يعني بصراحة كل ده ظهر مرة واحدة. طبعا هو ما بياكلش ولا بيشرب ولا حتى عارف يبلع ريقه، عشان كده كتبت له محاليل عشان المحاليل تعوض الاكل عشان ما يجلوش جفاف. فعلقت له محاليل واخد حقن في المحاليل وحقن للسخونيه، والحمد لله يعني ايه. اول يوم السخونيه هديت شويه، بس مش عارف خالص يا جماعه يبلع اي حاجه. الدكتوره قالت يا مميدو اعملي له مهلبيه او جيلي، الحاجات اللي هي البارده وسهله البلع عشان يقدر يبلعها. والله يا جماعه عملت له، يعني بقيت قاعداله 24 ساعة كده. بقيت أكله معلقة صغيرة بتاعت الشاي، ما كانش قادر حتى يبلع معلقتين على بعضهم من كتر القرح اللي في زوره والالتهاب. مش قادر والله. بقيت أحاول معاه مرة واتنين. الدكتورة قالت هو هيتعبك شوية في الأول بس بعد كده هيتقبل، لحد طبعا ما العلاج يشتغل والكلام ده. هو طبعا الهربس ده عفاكم الله بياخد له من أسبوع ل 15 يوم او ل 10 ايام. حافظه على بنتك، حافظه على ابنك، لان الفيروس اليومين دول مال الدنيا. يعني ما تشتريش بسكوتات من بره، شيبسيات، اندومي، الحاجات دي، لان الدكتوره قالت الحاجات دي كلها فيها مواد حافظه ومكسبات طعم، والعصير كمان اللي في العلب ده غلط. كل الحاجات دي بتضعف المناعة، والهربس بيدخل جسم الطفل اللي ما فيهوش مناعة او مناعته ضعيفة. وتغسلي ايديهم على طول. وطبعا لو بيروحوا الحضانة اليومين دول بلاش حضانة، يعني بلاش، ارجوكي ارجوكي بلاش، لان الفيروس ده بصراحة صعب صعب صعب، وانا شفته يومين. حبيت اقولك عشان تاخدي بالك من بنتك او ابنك، وبلاش حد يبوس ولادك يا جماعة. الدكتورة قالت البوس برضو، يعني ده برضو السبب من اسباب ان الفيروس ده يعني بيجي للطفل. بلاش حد يبوس ابنك او بنتك، بلاش ان انت توديهم الحضانه اليومين دول، بلاش ياكلوا الحاجات من الدكاكين. يعني ايه، حافظة على قد ما تقدري. كنت بركب المحلول لابني لحد 5 الصبح، كنت بصلي الفجر، وهو طبعا كان بينام شوية، فأنا نمت ساعة واحدة بس وقمت، وهو كان بياخد المحلول وينام. قلت بقى الفترة اللي هو نايم فيها أقوم أشطب بقى المطبخ وأشوف أنا هعمل إيه، وأنضف الشقة عشان أنا ما كنتش نضفتها قبلها يوم الرقاق والكفتة، لأن كمان هو كان بيلعب ومبهدل الدنيا. فأنا قلت فرصة بقى إيه وهو نايم، مع إني والله كنت يعني بصي ربنا اللي كان عالم بيا، يعني عظمي كان متكسر وكان نفسي انام، بس ايه كان ورايا شغل. يعني لو انا تعبانه وهموت كده من التعب مستحيل انام ولا ارتاح غير لما انضف الشقه واشطب المطبخ. راحتي في نظافه شقتي ونظافه مطبخي. لو انا نمت والشقه والمطبخ كده مش هيجيلي نوم ولا هعرف ايه انام. تمام. تاني يوم بقى بعد ما كشفت على محمد ابني، مريم بنتي راحت درس، وهي نازله من على السلم اتكعبلت رجلها اتنت فرقعت. لقيتها داخله عليا تاني بتقول لي يا ماما انا اتكعبلت على السلم ورجليها فرقعت ومش قادره ادوس عليها. خدتها عملت لها اشعه، طلع عندها ايه
شرخ. طبعا الدكتور كان تاني يوم هيجي، فانا استنيت لتاني يوم عشان اروح للدكتور. طبعا طالما في شرخ يبقى في تكبيس. باباهم عرف ونزل خد اجازة عشان يروح مع مريم تتجبس، وانا كمان هنا مع محمد مشغولة لان قاعدة بالليل ونهار مع العلاج مع المحاليل وسهر بقى، والواد مقريف وبيعيط وزن والحاجات دي. فالحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل ورضا، وطالما حاجة احنا نقدر عليها خلاص. طبعا هي ما بتروحش دروس، بس امتحاناتها الاسبوع الجاي عملي. فاحنا اجرنا توك توك من الشارع، احنا حد نعرفه يعني حد مضمون هيوديها ويجيبها، والحمد لله على كل حال. ومن ساعتها بقى وانا ايه، بصوا بقى مهلوكة، يعني الحمد لله على كل حال. مهلوكة مهلوكة مهلوكة، يعني مفيش نوم مفيش راحة. يعني بنتي بروح اكلها واشربها واديها العلاج بايدي، وابني برضه، وابني بعمل له اكل اللي هو مخصوص. يعني بصوا من هنا لهنا لهنا لهنا. يعني الحمد لله، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. اهم حاجة ده عندي بالدنيا كلها، لما بلاقي ولادي تعبانين او فيهم حاجة انا اللي ببقى تعبانة والله ومشغولة. يعني وببقى يعني مش عارفة، محتاسة محتارة، عندي قلق. فالحمد لله على كل حال. ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، ويشفي كل مريض. بقول لكم هنا ما شاء الله خلصت باقي تنظيفة شقة ومسحتها يعني، وخليت الدنيا فل الفل. وبالليل برضو يا جماعة، طول ما انا قاعدة مع محمد او محمد نام بالليل وانا سهرانة، بقوم برضو انضف اي حاجة. يعني لو في طبقين في الحوض اغسلهم، لو في اكل هعمله تاني يوم بحضره من بالليل، لان محمد ابني لما يبقى صاحي عايزني جنبه 24 ساعة، وزن بقى وعياط، وانا بفضل اطبطب عليه واسكته. فانا طول ما هو نايم بالليل انا برضو بعمل حاجة، بغير ملاية، بمسح صالة، بمسح انتريه، احط دور في الغسالة. يعني المهم اللي انا شغالة ليل ونهار. المهم اللي انا برضو ايه، عايزة افضي وقت بالنهار لابني، بحيث ان انا ايه، يقوم من النوم او هو لما يبقى صاحي يلاقيني جنبه. على فكرة شغلي بالليل حلو جدا جدا جدا، وفيه هدوء يعني حلو قوي. انا بحب شغل الصبح وشغل بالليل، يعني اكتر وقتين بحس فيه بالهدوء والشغل الحلو بالليل والصبح. كان عندي بقى دور ملايات في الغسالة نشرتهم، وانا بنشر كده بفكر بقول هطبخ لهم ايه كل يوم يا جماعة. والله تفكير في الاكل ده حاجة تقرف، يعني حاجة تزهق بصراحة. يعني كل يوم هناكل ايه، هنتعشى ايه، هنتغدى ايه، هنفطر ايه. فانا قلت والله لا، عامله مكرونه اسباجيتي واحمر طبق بطاطس واسلق بيض، وان الله كان بالسر عليم، والحمد لله على كل حال. امال الناس هتعمل ايه يعني؟ فهنا كنت بسبك الطماطم للمكرونه، وهنا ميه ايه للمكرونه. طبعا اتغدينا والحمد لله. قلت اعمل لهم كيكه نصها فانيليا ونصها ايه شوكولاته. جبت القالب ده دهنته حته سمنه، وبعد كده ايه رشيته بالدقيق كده، حاجه بسيطه. تقدري تعملي الكيكه دي في اصغر صينيه عندك في الطقم. يعني القالب ده هياخد مني كوبايتين دقيق، معايا كوبايتين دقيق هنخلهم كويس. طبعا الدقيق ده يا جماعه اسمه الكوثر، يعني دقيق لجميع الاستخدامات كويس جدا. بعد بقى ما نخلت الدقيق حطيت كده رشه ملح بسيطه، وبعد كده ايه كيس كيك شيف اللي هو البيكنج باودر. الكيكه بتاعتنا هنعملها النهارده بدون خلاط وبدون مضرب. وبعد كده معايا 2 بيضه لكل كوبايه دقيق، بيضه واحده بس تمام، يعني ما تكترش عن كده، البيض غالي زي ما انتوا عارفين. وبعد كده احط فانيليا سايله. طبعا الفانيليا السايله دي ما شاء الله عليها بتضيع اي ريحه زفاره. وجبت بقى المضرب اليدوي وعملت البيض كده، واحط كمان علبتين زبادي. طبعا كيكه الزبادي بتبقى طريه وهشه جدا، والزبادي بدرجه حراره المطبخ. وبعد كده حطيت كوبايه سكر، لكل كوبايتين دقيق كوبايه سكر، واحط كمان نص كوبايه زيت او نص كوبايه سمنه او زيت على سمنه. وبعد كده جبت المضرب وضربت كده في الخليط لحد ما اداني القوام السائل، وفي الاخر حطيت معلقه صغيره من الخل. طبعا الخل بيدي برضو هشاشه للكيكه. جبت بقى الدقيق بتاعي وحطيته على الخليط، والف برضو كده ايه في اتجاه واحد لحد ما يديني القوام الحلو السائل اللي هو ايه المظبوط ده. لو تقل معاكي زودي له شويه حليب او شويه ميه، لكن هو مش محتاج مني اي حاجه. هاخد بقى من الخليط ده حوالي كده نص كوبايه، عشان ان شاء الله هنعمله بالشوكولاته، وباقي الخليط احطه في قلب القالب تمام. بعد كده هزه كده هزتين عشان بس يبقى متساوي. ونجيب بقى نص الكوبايه اللي انا حطيتها في الطبق، واحط حوالي معلقتين كاكاو خام، يعني كاكاو مر، بس اهم حاجه المعلقتين ما يكونش ايه مليانين قوي، يعني ايه يكونوا مسح. وبعد كده زودت حوالي ربع كوبايه ميه او ربع كوبايه حليب عشان يديني القوام نفس القوام الكيكه اللي في القالب تمام كده، لان انا لو ما كنتش حطيت ميه او حليب كان هيبقى الخليط ده تقيل قوي. حطيت خليط الكاكاو في النص كده، وبعد كده جبت معلقه وعملت ايه زي زجزاج كده. طبعا الفرن يكون سخن، احطها على الشبكه اللي في النص، والنار تكون متوسطه. وبعد شويه هجيب خله اختبرها، لو الخله نظيفه يبقى تمام استوت. وبعد كده هشغل عليها الشوايه تحمر من فوق. حطيتها بقى في الفرن كده، قلت اعمل حاجه تانية لحد ما تستوي. طبعا وانا واقفه في المطبخ لقيت عربيه معديه،
فيها بطاطس ومعاها طماطم ومعاها حاجات كتير. قلت يلا سهلت عليا نزول السوق، لان بصراحة مش عارفة افلت كده ولا دقيقة بره من ولادي. فانا جبت بقى ايه، بطاطس وطماطم وحاجات وفلفل وخيار. البطاطس جبتها الاتنين كيلو ب25، يعني الزبونة الحلوة اللي ما بتتحرقش جبتها الاتنين ب25، لكن التانية اللي بتتحرق ب10، يعني الكيلو ب10. وجبت البتنجان الكيلو ونص ب10، وجبت الخيار ب12، بس حاولت وجبته ب10، يعني بالعافية. جبت 2 كيلو ب20، وجبت جزر 2 كيلو ب10. يعني الحمد لله، هي الحاجة غالية يعني غالية بصراحة، بس أقول ايه، أحسن كتير من أي حاجة تانية. والفلفل يا جماعة ب12، يعني الفلفل اللي غالي، وكمان في ناس بتقول في حتة تانية ب15. جبت كمان كيلو بنجر جايباه ب10 جنيه، أنا بجيبه أقل من كده بس معرفش هو غالي ليه. انا بخزنه يا جماعه في الفريزر، بينفعني في اي حاجه. بغسله كده كويس جدا، وبعد كده بشيل اي شعيرات فيه كده من فوق. طبعا انا ساعات بخزنه لوحده كده بحاله، وساعات بقطعه شرايح واخزنه كده شرايح، لكن المره دي هخزنه كده بحاله. اهو زي ما انت شايفه، بشيل الحاجات اللي فيه وارجع اغسله تاني وانشفه كويس جدا. بعد بقى ما بنشفه، بحط كده الاتنين مع بعض في قلب كيسه واحده، او كل واحده في كيسه على حسب ما انت عايزه. وبعد كده التالتة هاخد منها شريحتين كده، لان المخلل الليفت اللي انا كنت مخللاه معاكم انا ما كنتش حاطاله بنجر خالص، بس ما شاء الله والله العظيم هتشوفوا دلوقتي اللون اللي كان في الليفت هو عمل نفسه، يعني ايه، لون نفسه بنفسه. البنجرية التالتة خدت منها شريحتين كده عشان برضو ايه احط في الليفت كمان شريحة بنجر، واخليها لوحدها، بحيث يعني انا خدت منها هفضل اخلصها لحد ايه ما تدور على التانيين برضو ايه واجر منهم، فانا حطيتها لوحدها لحد ما اخلصها. شايفين بقى الليفت، والله العظيم يا جماعة لسه ما حطتش له اي بنجر خالص، يعني اللون اللي فيه هو اللي عمل كده. يعني انت لو مش حابة تحط له بنجر ما تحطوش، بس انا بحب احط بنجر، يعني مغذي وبيدي لون برضو زيادة. حطيت هنا في كل برطمان معلقة كبيرة او معلقة وشوية من هرسة الفلفل. طبعا هرسة الفلفل فيها توم وفلفل وكمون وكزبرة وشوية ملح صغيرين، بتدي نفس وطعم للمخلل حلو قوي. انا ما كنتش حطيت لا بنجر ولا هرسة فلفل، فانا حطيت هنا شريحتين كده صغيرين وهنا شريحتين صغيرين وهرسة فلفل. احنا اكلنا منه بعد 3 ايام، والله العظيم سكر، يعني بصوا مقرقش كده، مقرقش ايه، بيقرمش كده وجميل خالص خالص، وحدقه حلو قوي مظبوط، يعني بقى جنب شويه كشر الله عليه. كنت جايبه توابل من عند العطار وكنت ناسياها خالص، بقالي كام يوم عايزه احطها في العلب وناسيها خالص. حطيتها في العلب، حطيت كل حاجه في علبتها، وبعد كده تعالوا بقى ايه عشان نشوف الكيكه بتاعتنا. طبعا الكيكه بتاعتنا ريحتها ايه، فايحه كده وقلبة الدنيا عندنا. شايفين ما شاء الله عليها، يعني مستويه جدا ولونها جميل وحلوه قوي. طبعا هي لسه سخنه، يعني طبيعي اللي انا ايه بقطع الحاجه سخنه، هي لازم تبرد عشان ما تتهرش منك. فانا ضربتها ضربه كده من فوق، وبعد كده ايه زي ما انت شايفه ما شاء الله عليها. تعالوا بقى اما نقطعها ونشوفها، نحط ايه الميدو منها ومريومه، واحاول كده فتفت حته كده ايه من قلبها لمحمد ابني، على الله بس يعرف ياكلها. او اقطع كده حتت صغيره واحطها في حليب واكله كده، حاجه بسيطه على الله بس ايه يعرف ياكلها او يقدر ياكلها. طبعا الكيكه يا جماعه احسن حاجه زي ما قلت لك، عايزه تقطعيها قطعها وهي ايه بارده خالص عشان ما تتهرش منك، لكن هي ممكن تكون اتهرت مني حاجه بسيطه عشان هي لسه سخنه. طبعا كيكه جميله وظريفه وخفيفه وطعمها حلو قوي وطريه وجميله، يعني ما شاء الله عليها، ومنها فانيليا ومنها شوكولاته. وعملت جنبها كوبايه شاي والف هنا، وده كان روتين النهارده. اتمنى من كل قلبي انك استفدت منه وطلعت منه حتى ولو بفكره بسيطه. ادعوا لاولادي بالله عليكم ربنا يشفيهم ويشفي كل مريض. اتمنى بقى ايه لايك للفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني، وكمان شير لو امكن. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، مع السلامه في رعايه الله.